الخير. في البداية صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. معاكم إيهاب أسامة، أخصائي تغذية من جامعة ستانفورد ومدرب معتمد دوليا من ISSA وسبورتس نيوتريشن من ISSA. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم معاكم عن الفرق ما بين الدايت بتاع اللاعب الطبيعي واللاعب اللي بيستخدم هرمونات. تمام؟ في البداية أنا ما بنصحش حد إن هو يستخدم أي هرمونات أو يستخدم منشطات. ولو خلاص أنت قررت إن أنت تستخدم منشطات وحابب إن أنت تدخل في الكارير ده أو يبقى ده يعني مجرى حياتك وخلاص بقى تحضر بطولات وكده، فلازم تتابع مع حد متخصص، حد فاهم، تعمل تحاليل كويس أو تعمل التحاليل بتاعتك في الأوقات المهمة بتاعتها، تعرف إزاي تتصرف مع أي مشكلة هتواجهك، تعرف إن أنت مش لازم تدخل جرعات كتير جدا عشان تعمل عضلات. اللعب كله في الأكل، وده دوري النهاردة إن أنا أفهمك إيه الفرق ما بين التغذية بتاعت اللاعب الطبيعي واللاعب اللي بيلعب أو بيستخدم هرمونات. اول حاجه هتكلم فيها او في النقطه المهمه اللي هتكلم فيها الحد الجيني او الجينيتك ليميتيشن. الجينات بتاعتنا مختلفه، وحتى درجه الاستشفاء العضلي بتاعتنا بتعتمد على الجينات بتاعتنا. فكل واحد ليه درجه معينه او ليه درجه جين معين او حجم الجينات بتاعته مختلف من شخص للتاني. فالقصه دي بتاثر على اللاعب الطبيعي ان هو مثلا بعد مثلا ما يتمرن سنه سنتين يبدا البروجرس او التطور بتاعه يقل، او مش يقل، يبقى واقف، يعني خلاص يقف للحد الجيني بتاعه. وفي ناس الجيناتيك ليميتيشن بتاعها مثلا عند سن ال20، في ناس فوق ال20، في ناس تحت ال20. فعلى حسب الجين بتاعك هو اللي بيحدد مقدار الحجم العضلي اللي انت تقدر تعمله بشكل طبيعي، وكمان بيحدد قدرة استشفاء جسمك، وكمان بيحدد قدرة استشفاء جسمك بشكل طبيعي، وبيحدد كمان التعب او التأثير للتدريب على العضلات بتاعتك. تمام؟ طيب ايه الفرق بقى الجوهري اللي بيشقلب الدنيا كده ما بين اللاعب اللي بيستخدم هرمونات وما بين اللاعب اللي بيلعب طبيعي؟ قدرة أصلا الشخص اللي بيستخدم هرمونات على إنه يستوعب كمية بروتين أكتر وكربوهيدرات أكتر أحسن مليون مرة من الشخص الطبيعي. هديك مثال ببساطة، يعني عربية هي الليمت بتاعها 200 كيلو أو السرعة بتاعتها 200. تمام؟ أنت عملت لها نيترو فالسرعة بتاعتها دي بقت الضعف، دبل على طول، بقت 400. عملت لها نيترو سبيد، أول ما تضغط على الزرار تطير. فهو ده الاسترويد بالظبط، بيخلي جسمك يقدر يستوعب كميات اكبر من الكربوهيدرات وكميات اكبر من البروتين، او طريقة تخليق او قدرة تخليق البروتين داخل العضلات بتبقى اكبر من الليميت الطبيعي بتاع عند الشخص الطبيعي، وبيستفيد بكل جرام بروتين بيدخله وكل جرام كربوهيدرات. وفي نقطة كمان، ان انت في اللاعب الطبيعي او اللاعب الطبيعي بيدخل كمية دهون صحية مهمة جدا وبتكون محسوبة خلال النظام الغذائي بتاعه، لان مهم جدا ان هو يحسبها عشان الهرمونات. الدهون الصحية ليها دور كبير في افراز الهرمونات وتحديدا هرمون التستوستيرون. لكن انت كشخص بتستخدم استرويد، انت اصلا اوريدي بتدخل تستوستيرون خارجي لجسمك، وابسط مثلا استخدام ناس بتستخدم 500 مللي جرام من التستوستيرون، فبالتالي انت مدخل تقريبا 4 اضعاف الحد الطبيعي اللي جسمك بيفرزه اصلا. فبيبدا النظام الغذائي بتاعك يتحول من ان هو مثلا فيه دهون صحيه بنسبه مثلا 50 جرام، لا ممكن تبقى 25 جرام او 20 جرام بس. وفي الاخر هديك مثال لحد بياخد مثلا 2000 سعر حراري، هنحسب ازاي يستخدم البروتين والكارب والدهون الصحيه لو شخص طبيعي، وازاي هيتحول الموضوع لو هو بيستخدم استرويد. تاني حاجة أو تالت حاجة بقى، أنت أصلا تمرينك بيبقى أوفر يعني عن الحد الطبيعي. يعني أنت مثلا الرينج بتاع المجموعات بتاعتك للعضلة الكبيرة مثلا في الصدر ممكن تلعب 12 مجموعة على مدار الأسبوع، وده يعتبر الماكس بتاعك مثلا، أو 16 مجموعة، وممكن ما تستفدش بال 12 مجموعة دول. لكن في الاستخدام بتاع الاسترويد أنت تقدر تستفيد بال 12 مجموعة وبأكتر من كده كمان، والعضلات بتاعتك عايزة. رابع حاجة بقى، ليه دايما بتشوف ناس بامبد قوي او عضلاته دايما فيها بامبد قوي؟ لان الكربوهيدرات اللي هو بيستخدمها وهو بيستخدم السترويد بتكون كتير، فالجلايكوجين في العضلات اكتر، فبالتالي بيبقى عنده بامب دايما باستمرار على مدار اليوم، وبيبقى اكتر لما هو بيتمرن لان هو بيدخل كربوهيدرات برضه بكمية معينة قبل التمرين.
المثال اللي انا هتكلم فيه ان شخص مثلا 2000 بياخد 2000 كالوريز، بياخد لو انا مثلا هقسم له النيوتريشن بلان بتاعته، فانا هديله 40% كربوهيدرات، 40% بروتين، الباقيين ال 20% الباقيين دهون صحيه. فلو جينا نحسبها بالتقريب كده، تقريبا 200 جرام بروتين و200 جرام كربوهيدرات وتقريبا 40 جرام دهون صحيه او في الرينج ده. تمام. ال 2000 سعره حراريه دول لو هو نفس الشخص بس هيستخدم استرويد، ال 2000 سعره حراريه دول احتياجه من السعرات زائد الايه الاكتيفيتي ليفل بتاعه. ال 2000 سعره حراريه دول هيتحولوا من 40% كربوهيدرات ل 60% كربوهيدرات. يعني شفت النقله النوعيه دي؟ فتقريبا 300 جرام كرب، لان هو جسمه اصلا مستوعب وهيستوعب ال 300 جرام كرب. والكربوهيدرات ضروريه جدا جدا في عمليه تخليق البروتين، لان هي بتتحول جوه الجسم للجلوكوز، والجلوكوز بيتحول لجلايكوجين متخزن في الكبد والعضلات. تمام. كميه البروتين هتقل، انت متخيل ان هي من 200 جرام بروتين ل 150 جرام بروتين. وكميه الكربوهيدرات هتقل تقريبا لحد 22 جرام دهون صحيه. تمام. لان هو مش محتاج الدهون الصحيه دي دلوقتي او في الفتره اللي هو فيها دي، لان هو اوريدي اصلا بيدخل تستوستيرون من بره زي ما قلت لكم في اول الفيديو. تمام. فدي تقريبا 3 حاجات او 4 حاجات. ايه الفرق ما بين الدايت بتاع الشخص الطبيعي والشخص العادي؟ لما بيدخل الاسترويد، الجاد لاينز اللي انت بتمشي عليها في الطبيعي او الريكومنديشن اللي بتمشي عليها في الطبيعي للنيوتريشن بلان بتختلف تماما 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 تماما. الموضوع بيتغير يعني تقريبا 180 درجه حرفيا يعني. وبتبدا تعمل انترنال بروجرام او انترنال نيوتريشن بلان مبدئيه تجريبيه عشان تشوف قدره استيعاب الشخص اللي انت عامل له نيوتريشن بلان دي هتوصل معاك لحد فين. وممكن في ناس تلاقيها بتزود كربوهيدرات كمان. وفي نقطه كمان، مش كل زياده بروتين بتبقى كويسه. يعني ممكن لو زودت بروتين، انت كشخص طبيعي لو زودت بروتين عن احتياج جسمك من البروتين، تلاقي مثلا انزيمات الكلى بتاعتك زادت، وتلاقي يطلع لك حبوب في جسمك. وفي ناس اعرفها شخصيا لما بيزود كميه البروتين اللي هو بيستخدمها عن الطبيعي، بتلاقي يطلع له حبوب في كل جسمه. فدي حاجه برضو من الحاجات اللي بتفرق ما بين اللاعب الطبيعي واللاعب الايه الغير طبيعي، او اللاعب اللي بيستخدم استرويد. في النهايه ما بنصحش حد ابدا ان هو يستخدم هرمونات الا لو كان خلاص هو مقرر ان ده الكارير بتاعه، وهيبقى عارف ان هو هيضحي بحاجات قصاد حاجات تانية. ولازم تكون عارف ان انت ممكن تخسر صحتك لو انت ماشي من غير استشارة طبيب، او من غير ما تمشي على حاجة محسوبة 100%، ومن غير ما تهتم بصحتك 100%. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتسيب كومنت وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتيجي جديدة ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.